فيلمنا بيبدأ بجنرال بيبعت الرائد داتش وفرقته الكوماندوس في مهمة إنقاذ عشان يلاقوا وزير مفقود يشتبه إن عصابة متمردين خطفته وهو مسافر بالهليكوبتر. الجنرال فعلا بيرشح داتش للمهمة بعد ما اتكلم مع ديلون، ولما بيوصلوا الغابة داتش وفرقته بيمشوا ناحية معسكر المتمردين، وفي الطريق بيلاقوا هليكوبتر محطمة فيقفوا يفتشوا المكان. وبيلي المتتبع بتاع داتش بيكتشف إن المتمردين أخدوا الوزير رهينة، وكمان يعرف ان جنود امريكان كانوا بيحاولوا يتعقبوا المتمردين قبل كده. بعد شوية بيلي بيحس بحاجة ورا الشجر وبيروح يتأكد، فبيلاقي 3 جثث متعلقة بالمقلوب من غير جلد ومتغطين بالدم وغربان بتاكل فيهم. بيلي بيبص على طول بعيد مصدوم من المنظر البشع وسط كومة امعاء تحت الجثث. ماك بيلاقي بطاقة تعريف مكتوب عليها جيم هوبر، فداتش بيبص على الاسم وبيتعجب وبيبص لديلون علشان يفهمه، فديلون بيقوله انه ما يعرفش حاجة عن الفرقة دي خالص. بعد كده وهما بيتبعوا اثر المتمردين، داتش وفرقته بيلاقوا معسكرهم من غير ما حد يحس بيهم، فداتش بيتسحب قريب من المعسكر وبيحط قنبلة على تريلا جنب المعسكر وبيدفع التريلا ناحية كوخ وبيفجر القنبلة، فبتحصل انفجار كبير ودي إشارة لفرقته إنهم يهاجموا، وعلى طول بيحصل تبادل نار وقتال وداتش وفرقته بيقتلوا كل المتمردين، لكن ما بيلاقوش رهاين أحياء في المعسكر غير بنت مرعوبة اسمها آنا، فبيحتجزوها سجينة. داتش بعد كده بيواجه ديلون بعد ما يكتشف انهم اتنصب عليهم ومفيش وزير موجود اصلا، وديلون بيعترف ان داتش وفرقته كانوا مجرد ادوات عشان يدمروا المعسكر، وكمان بيعترف انه كذب بخصوص فرقة هوبر. وبعد ما اختفوا ديلون هو اللي استدعى داتش، وبما ان هوبر ورجالته ماتوا الفرقة بتقرر تروح لنقطة الاجلاء علشان الهليكوبتر تاخدهم، بس هم ما يعرفوش انهم كانوا متبعين من عدو مش مرئي بيشوف توقعات الحرارة بتاعت أجسامهم. وفي طريقهم لنقطة الإجلاء أنا بتضرب ديلون بعصاية شجر وبتحاول تهرب، لكن هوكنز بيمسكها وفجأة بيظهر تشوه بشري من العدم بيقتل هوكنز وبيجره بعيد، وأنا وهي متغطية بدم هوكنز. بونشو بيسألها إيه اللي حصل، فبتقوله إن الغابة اتنفست وخطفته، وداتش وفرقته بيفتشوا المنطقة عشان يلاقوا جثة هوكنز. وأثناء التفتيش ده رصاصتين ليزر بيتضربوا على بلين الراجل الضخم اللي معاه رشاش صغير، بيخترقوا صدره وبيقتلوه حالا. ماك بعد كده بيحس بالتشوه البشري ده فبياخد رشاش بلين وبيضرب نار، والفرقة بتروح تساعده وبتضرب نار هي كمان. وبعد الهجوم بونشو بيقول لداتش انهم ما ضربوش حاجة حية، ولما بيبصوا على جروح بلين ما بيلاقوش اي اثر بارود او رصاص. ولما بيسألوا ماك ايه اللي شافه بيكون مرعوب ومش عارف يحدد ايه العدو ده. بعد كده انا بتلاقي سائل اخضر لامع على الورق بس ما بتقولش للفرقة عنه، وقريب منهم تشوه بشري قاعد على غصن شجرة، والسائل الاخضر اللي شافته انا نازل من فخده، وبيطلع ان الكائن ده عنده تقنية تمويه بتخليه غير مرئي تماما. الكائن الغريب ده بيطلع الرصاصة من فخده وبيصرخ من الألم، وأنا بتسمع الصرخة. وداتش وفرقته بيعسكروا بالليل ويلفوا جثة بلين في بونشو بتاعه وبيأمنوا المحيط بأسلاك ولهب وقنابل. وماك بعد كده بياخد أول نوبة حراسة وهو بيفكر في صاحبه الميت، وفجأة كائن غامض بيهجم عليه، وماك بيطلع سكينته وبيطعن الكائن ده لحد الموت، والفرقة بتروح تساعده وبيطلع الكائن ده خنزير بري. والفرقة ساعتها بتضحك بس الضحك بيقف لما بيكتشفوا ان جثة بلين اختفت تماما. داتش بعد كده بيقتنع ان الكائن مش بس بيقتلهم ده كمان بيصطادهم، فبيقرروا يعملوا فخ بشبكة من كروم الشجر واسلاك. وانا بتحكي ليهم عن قصة شيطان اسطوري كان بيطارد قريتها، وكتير من الرجالة اتلاقوا ميتين ومن غير جلد. وبعد ما بيخلصوا الفخ داتشي وديلون بيقولوا ان الفخ مش هينجح من غير طعم حي، فداتش بيتطوع وبيمشي قرب الاسلاك وحاجة بتتعلق في الشبكة، بس فجأة رصاصة ليزر
ليزر بتضرب جذع الفخ، فالشبكة بتتحرك وبتسيب بونشو في صدره وبتجرحه بقوة. بعد كده ماك بيجري ورا الكائن اللي هرب في الغابة عايز ينتقم لبلين، وديلون بيجري وراه، وداتشي والباقيين بيروحوا ناحية الهليكوبتر. ديلون بيلحق ماك وبيشوفوا الكائن على غصن شجرة، فبيقرروا يقربوا منه بهدوء ويقتلوه. لكن للأسف الخطة بتفشل لما الكائن بيضرب ماك برصاصة في دماغه، وديلون بيلاقي جثة ماك، وبعدها بيشوف الكائن واقف على الغصن. ولما ديلون بيصوب سلاحه ورصاصة ليزر بتقطع دراعه، والكائن بيقرب ويقطع ديلون بمخالب طويلة، فديلون يصرخ من الألم، وداتشي والباقيين بيسمعوه. وهم في طريقهم للهليكوبتر بيلي بيحس بوجود الكائن، فبيسيب سلاحه ويقرر يقتله بساطوره، بس الكائن بيقتله بسرعة. وداتشي وبونشو وأنا بيقفوا لما بيسمعوا صرخة بيلي اللي هزت المكان كله. رصاصة ليزر بتضرب بونشو وتقتله في الحال، وأنا بتمسك سلاح وبتحاول تضرب، بس داتشي بيضرب السلاح من ايدها وبيضرب على الكائن بام 16. رصاصة ليزر بتصيب كتف داتشي، وداتشي بيزعل انا تركب الهليكوبتر. داتشي بينزلق من تلة النهر، ولما بيوصل للجانب النهر داتشي بيشوف الكائن البشري بيترزع في المية وراه، وجهاز الإخفاء بتاع الكائن بيتعطل بسبب المية، فبيطفيه وبيظهر على شكل بشري كبير مع أسلحة. وهو بيقرب من داتشي اللي متغطي بالوحل ومستسلم، داتشي بيستنى الموت، بس الكائن ما بيشوفوش بسبب الوحل اللي عليه. وعشان كده داتشي بيقرر يعمل فخ للكائن ده، بيعمل قوس وسهام من البارود، وبيركب فخ من الرماح، وبيغطي نفسه بالوحل اكتر عشان يبقى غير مرئي تماما. في الوقت ده الكائن بياخد جثة بيلي وبيطلع الجمجمة والعمود الفقري، وبينظف الجمجمة وبيحتفظ بيها كتذكار. وعشان يجذب الكائن اللي فخه، داتشي بيولع نار كبيرة، والكائن فعلا بيظهر وهو غير مرئي. وهو بيقرب من النار داتشي بيضرب سهامه المتفجرة وبيخرب جهاز الإخفاء، بس أسلحة داتشي بتخلص للأسف، والكائن بيمسكه وبيفحص وشه، وساعتها الكائن بيقلع خوذته وبيظهر وشه المرعب جدا. داتشي والكائن بيتخانقوا بالايدين، الكائن بيقدر يتغلب عليه لحد ما داتشي بيجذبه لفخ الرماح. داتشي اللي قام بدوره ارنولد بيركل الحبل ويفجر الفخ، وبيطعن الكائن بجروح قاتلة. بعد كده بيمسك صخرة كبيرة عشان يكمل على الكائن ده، بس بيقف لما بيشوف جرحه القاتل وبيقوله انت ايه بالظبط. الكائن بيكرر الجملة وبيفتح لوحة على دراعه ويفعل تايمر ويلمح لداتشي انه يجري، وساعتها الكائن بيضحك بصوت عالي، وانفجار كبير بيحرق الغابة بكل اللي فيها. وبعد الانفجار انا والجنرال فيليبس بيشوفوا الغابة محروقة من الهليكوبتر وهم ماشيين. بعد كده بيهبطوا وبيلاقوا داتشي مرهق وسط الدخان الاسود وبينقذوه. الفيلم بيخلص والهليكوبتر بتطير بعيد. ايه رأيك في الفيلم ده يا صديقي؟ قولي في التعليقات يا ريت. ولو عجبك الملخص وعايز ملخصات جامدة زي ده يا ريت تشترك في القناة وتضغط لايك.